اللي عدى عليا قلت له ماشي. عديت عليه بالليل، كان الساعة 7 لأنه هو يصحى متأخر شوية. ما نزلتش من عنده إلا بعد أسبوع. والله قال لي شوف بقى، إحنا لازم نقعد مع بعض وناخد على بعض كويس قوي. أنت متجوز؟ قلت له لا، قاعد مع والدي ووالدتي. قال لي خلاص، وأنا إيديا سايبة، نقعد مع بعض. تقعد معايا الأسبوع ده كله، نقعد معاه ناخد على بعض بقى، ناكل مع بعض، ناخد إيه، نعمل صداقة وأخوة هنعملها في الفيلم. ولذلك الفيلم لما تشوفه تحس فعلا ان احنا اخوات يعني. هو انسان جميل الله يرحمه، ما تعوضش، واعتقد انه مش هيتعوض يعني. الخطايا انا ندهولي في صوت الفن عشان يوقعوا معايا فيلم الخطايا. فكان عبد الحليم موجود الله يرحمه، وبعدين مضيت وخدت العربون، وده اهم حاجه. اهم حاجه تاخد العربون. بعد يومين كده لقيت والدتي الله يرحمها قالت لي تليفون واحد اسمه عبد الحليم، مش عارفاه. عبد الحليم؟ عبد الحليم اهلا. قال انا عبد الحليم حافظ. قلت له اهلا وسهلا. قال لي دلوقتي احنا طالعين اخوات بنموت في بعض. طب ازاي يعني هنتقابل في الاستوديو كده اول يوم واحنا لسه ما نعرفش بعض؟ قلت له طب انت عايز ايه يعني؟ قال لي عدى عليا. قلت له ماشي. عديت عليه بالليل، كان الساعه 7 لأنه هو يصحى متأخر شوية. ما نزلتش من عنده إلا بعد أسبوع. والله قال لي شوف بقى، إحنا لازم نقعد مع بعض وناخد على بعض كويس قوي. أنت متجوز؟ قلت له لا، قاعد مع والدي ووالدتي. قال لي خلاص، وأنا إيديا سايبة، نقعد مع بعض. تقعد معايا الأسبوع ده كله، نقعد معاه ناخد على بعض بقى، ناكل مع بعض، ناخد إيه، نعمل صداقة وأخوة هنعملها في الفيلم. ولذلك الفيلم لما تشوفه تحس فعلا ان احنا اخوات يعني. هو انسان جميل الله يرحمه، ما تعوضش، واعتقد انه مش هيتعوض يعني. ما دام قلنا الخطايا فنحتاج نتكلم شويه عن حسن الامام. حسن الامام ده عبقري، انا بسميه العبقري. انا بعتبره اهم مخرج في السينما، وان كان ناس تقول لا في فلان وفلان، لكن حسن الامام كان مخرج يعمل اي حاجه، يعمل كوميديا، يعمل تراجيديا، وكان بيألف ويكتب. وهو له عليا فضل كبير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى، لان هو بعد ما شافني واقتنع بيا خدني مع عده افلام مع اختي العزيزه هند رستم. عملنا امراه الهامش، وعملنا كام فيلم، ايوه كان فيلم كده مع بعض، وبقينا يعني اصدقاء جدا. وهو طلع مني، هو كان يمد ايده، وانا قلت له مره انت بتمد ايدك في معده الممثل تطلع الموهبه اللي هو مش عارفها. فكان يديني ادوار تلمعني يعني. في الخطايا طبعا ما نسالوش الخطايا. وعملت بقى مع عده افلام مع هند رستم الله يرحمها. وانا بعتبره اهم مخرج في السينما المصريه. تلميذه يعني هو لما رشحني للتلميذه، المنتج قال له ازاي يعني؟ قال له على عهدتي. فطبعا الفيلم نجح جدا الحمد لله، والله يرحمه.